رقم اتنين المماطلة والتسويف، وعاوزك تاخد بالك من حاجتين مهمين قوي. انت عارف ايه الاصعب من انك انت تسوف؟ انك انت لو فضلت تسوف مره واتنين واخيرا بعد اسبوعين جيت تقوم تبدا تشتغل بالفعل، هتلاقي نفسك بتتحسر على الاسبوعين اللي فاتوا. انك انت بدل ما كنت قايم في مستوى تاني دلوقتي، انت لسه جاي تتعلم اساسيات. يعني لو انت جاي تتعلم جرافيك ديزاين وابتديت بالفوتوشوب وقعدت تسوف اسبوع والتاني وقررت تبدا في التالت، هتلاقي نفسك انك انت بدل ما كنت رايح تشتغل على مشروع او تاسك معين، لا ده انت لسه رايح تتعلم الاساسيات. فالاصعب من التسويف هو الحسره على التسويف نفسه. الحاجه الثانيه انك انت هنقول يا سيدي انك انت ما سوفتش وابتديت بالفعل، هتقول لنفسك يا عمي ما فيش حد، انا بقالي اسبوعين بتعلم وما فيش حد قال لي انت بتعمل ايه. الشيطان مش عايزك انسان شاطر، الشيطان مش عايزك انسان ناجح، عايزك تيأس وتكتئب وتصيب بالاحباط. وبعد كده لما تيجي تفكر تبدا مره تانيه هتلاقي نفسك للاسف بتبدا من الاول، لان اكيد كل اللي انت ذاكرته نسيته. فاوعى تقع في الخطأ ده.